لو بتحبي الجبنة القديمة وبتزهقي من الطبيخ في الصيف، بتحبي قوي طبق المش اللي محطوط عليه طماطم وطحينة وجنبه طبق بطيخ محترم ويبقى غدوة 10/10، أحسن من أحلى حلويات. يعني بقى ولا تقوليلي حلويات العيد وخارجين من رمضان مهروسين سكريات وحلويات، حاجة يعني كده ما تتوصفش. هقول لكم بالظبط تعملوه ازاي. انا امل سكرية وهقول لكم ازاي تعملوا برطمان مش بسيط خالص كده، يبقى عندك دايما في البيت تطلعي منه وقت ما تحبي. وهقولك ازاي ما يدوتش معاكي. انا عملت لكم قبل كده الجبنة القريش في فيديو قبل كده. هقول لكم دلوقتي الخطوات بتاعتنا ايه. دول 2 كيلو جبنة قريش، نص كيس ملح، وحطيت عليهم معلقتين شطة ومعلقة بابريكا. انا اول مرة استخدم البابريكا، دايما بحط شطة وملح فقط لا غير. البابريكا عشان نحسن من اللون بتاعه. هنمسك القطعة بتاعة الجبنة وتحطيها داير داير كده، تغطسيها في الملح، ما تسيبيش حتة فيها من غير ملح. لو واحدة اتكسرت او حاجة ما تخافيش بايدك، امسكيها في بعض هتنشف وهتبقى زي الفل. اهم حاجة ان انتي ما تسيبيش ولا قطعة فيها يعني ما فيهاش ملح. انا هحس كمان ان هي محتاجة شوية ملح كمان وهحطها عليها. انا استخدمت مصفى وتحتها يعني حاجة عشان تنزل المية اللي انتوا شايفينها دي، لان الخطوة دي مهمة جدا ان انتي بتسيبيها تنزل ميتها عشان تنشف. وتحطيها مثلا تغطيها اهم حاجة عشان ما تلمش حشرة، لان النوع دوت بيلم حشرات. تغطيها كويس وتعينيها بقى لغاية ما تنزل الشرش ده كله. يومين 2 3 4 مش هيحصل لها اي حاجة. انا حطيتها يومين برا ويومين في التلاجة. حسيت ان هي لسه محتاجة ملح لان الخلطة كانت خلصت معايا، فكملت بملح ابيض ما كانش عندي. فبوريكم ان الابيض ده ملح ابيض، فبشيله قدامكم عشان تبقوا عارفين انه ملح ابيض. انا عندي مش قديم، وعندي دي مرطة انا كنت شارياها ما عجبتنيش، وده طبق مرطة كنت مسيحة زبدة وسمنة ومطلعاه، فبعينهم للمش ابقى احطهم في المش. ده مش قديم. عندك مش قديم هتاخدي منه كوباية وهنكرر المش. طب ما عندكيش مش قديم زي اللي انتوا شايفينه ده، ممكن تشتري من فلاحة في السوق كوباية واحدة مش. عايزة اقول لكم على حاجة، البرطمان نظيف من جوه جدا. ده السرة دي دواء المش، انا بحطه في المش من عند العطار. يعني والدتي ربنا يديها الصحة والعافية بتجيبه من عند العطار وتحطه في سرة كده وبتدهوني اسقطه في المش. بس السرة دي بقالها 15 سنة، يعني كتيرة جدا. المش اللي انتوا شايفينه ده انا مجدداه من 2 سنين. هوريكم بقى المش الاساسي اللي انا باخد منه واجدد، تقيل جدا. المش ده يا جماعة بيقعد بال15 16 17 سنة، في ناس عزلة عندها بال20 سنة. هو كده، هو المش كده. ما ينفعش نغسل البرطمان من جوه، ما ينفعش ياخد مية. البرطمان من تحت بس بيبقى متوسخ لان انا ببقى حطاه تحت الحوض تحت التقفيلة ومخبياه خالص. يعني شايفين ده بقى المش القديم قوي. راكز ازاي؟ ده يعني مثلا حصيلة ال15 سنة بحط جبنة فبتنزل وتسرد فيه. كل سنة بجدده بعجوزة او مرطة من اللي عندي. طيب انتي ما عندكيش كل ده، هتعملي ايه؟ الشرش اللي طلع من الجبنة ده هتاخديه، هتضيفي عليه كيلو لبن دافي، هتقلبي فيهم 4 معالق ملح، هتقلبي فيهم طبق عجوزة من بتاعة اي حاجة بقى انت جايبة منها عجوزة، هتقلبيها فيهم كويس كده بالمضرب السلك لما كله يدوب مع بعضه. معلقتين شطة، وهتحطي سرة دواء المش من عند اي عطار، ما تحطيش ترمس هيمرره، تحطيش اي حاجة تانية. نفس خطوات الجبنة اللي احنا عملناها. هتنشفي الجبنة في البيت عادي خالص، الفلاحين بينشفوها في الفرن بس انا معرفش الطريقة دي، ما جربتهاش قبل كده. وهتقلبيهم كويس 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 كده بالمضرب، وبعدين تسقطي فيهم الجبنة دي وتسيبيها بقى تاخد معاكي فترة اطول بكتير علشان الجبنة تنشف وتسرط.
يعني كل ما الجبنة معاكي تقعد في المش اكتر هتقل المش. يعني ده مش كله لبن، كله مرطة. بضيف له كل سنة البواقي عندي من المرطة زي ما انتوا شايفين، فمش تقيل جدا جدا يعني اللهم بارك. فطبعا مش هحتاج اني اجدد، ولا هحتاج ان انا احط المرطة اللي انتوا شايفينها دي. هشيلها بقى المرة تانية لان كمية الجبنة معايا قليلة، 3 كيلو لا يعني انك تعملي زلعة مش. هسقط بقى الجبنة، شايفين جبنة متماسكة وجامدة جدا، هسقطهم. بس حسيت ان البرطمان ده مش هياخد الجبنة كلها، فهسقطهم بقى في البرطمان الكبير اهو. الاسمر اللي تحت في البرطمان ده، من تحت البرطمان من بره انا متأكدة تماما ان البرطمان بتاعي نضيف جدا. عايزين تعملوه في ازاز اعملوه افضل. هتنضفي البرطمان من بره فقط، اي مية هتطوله هيعفن، ده غير الدود. المش اهو اللهم بارك، اللهم بارك، معلهوش دود خالص. هتعملي المش بتاعك ازاي؟ كوباية من الفلاحين عشان يبقى تقيل، وتبقى دي خميرة. ما عندكيش الخميرة اعملي زي ما انا قلتلك كده، هتجيبي كوباية الفلاحين التقيلة الخميرة دي، كيلو لبن دافي، هتقلبي عليهم 4 معالق ملح، معلقتين شطة، وهتحطي دواء المش، وهتحطي كمان لو عندك شوية مرطة مثلا في التلاجة نشفوا مجمعاهم للمش، بتسيحي بقى السمنة والزبدة وفي مرطة في الاخر حطيها للمش. انا بحب الم الحاجات دي زي ما انتوا شايفين بعينها في الفريزر، بيجي وقتها بستخدم. شايفين دي حتة جبنة خميرة يعني ناشفة حجر، مش بناكلها بنحطها تاني، بحطها تاني بتحافظ على المش كأنها مادة حافظة. انا رصيت الجبنة بتاعتي، هغطيها بقى بالمش وهحط الدواء وهسيب المش التاني ده بقى ان شاء الله نبقى نستخدمه لما نجيب جبنة. هو كده تقيل معانا جدا يعني اللهم بارك. اتأكدي ان انتي غطيتي الجبنة، لازم تغطي الجبنة كلها زي ما انتوا شايفين كده. الزلعة دي بتبقى فوق السطح بالسنين وبتبقى يعني شكلها من بره ومن جوه فظيع، لكن ده بلاستيك مش زلعة ولا حاجة. حطي كيسة علشان تمنعي دخول اي هوا في البرطمان، لازم نحط كيسة. انا طبعا بعتذر لكم عن الفيديو اللي فات، هو نزل من غير صوت غصب عني. انا منتجته كل حاجة بس حصل عطل ونزل من غير صوت، فعشان كده بعت لكم المونتاج بتاع الفيديو تاني. بأكد ان الابيض اللي على الجبنة ده ملح ابيض، لان الجبنة كان الخلطة خلصت معايا. البرطمان الصغير ده انا حابة يعني اعمل برطمان ده صغير كده لوحده عشان ههديه لحد يعني، عاملاه هدية لواحدة حبيبتي قوي. لكن البرطمانين التانيين كان ياخد كمان اكتر، يعني البرطمان كان ياخد 5 كيلو جبنة، بس هي يعني انا هو ده الجبنة اللي كان عندي، استخدمنا جبن كتير في رمضان فده الجبنة اللي كان عندي. تقدري تغسلي البرطمان من بره على طول، تمسحيه طول ما انتي بتنضفي في المطبخ، لكن ما ينفعش من جوه خالص خالص نهائي يعني. ده المش الباقي اهو اللهم بارك، هحطه بقى في برطمان تاني وهعينه زي ما هو لما يجي وقته بقى. ربنا يعني يبارك لنا في الوقت والعمر احنا وانتم يا رب العالمين. هبقى اعمل بيه جبنة تانية. يا رب اكون فدتكم، لو احتجتوا اي نقطة مش واضحة او اي تفصيلة بلغوني وانا هقولكوا عليها. الجبنة دايبة جدا، الجبنة تبقى طرية معاكي ازاي؟ الجبنة كل ما بتقدم بتطرى. تنسوش تعملوا لايك وشير. باي.